السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زرنا الأخت هذه، الأخت عايشة، يعني وضعها صعب جدا جدا جدا. عايشة في دكان ومستأجرة، يعني تخيل أمس هي صايمة وصاحب البيت أجا يطلب منها الإيجار. تخيل إن هي جبت له الإيجار وفطرت بحبة الرز. يعني حالتهم يعني صعبة جدا. تفضلي يا أختي واشرحي لهم حالتك. السلام عليكم يا فاعلين الخير، الله يديكم العافية وبارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير زيارة إلى بيتي. الله يديكم العافية. أنني أتمنى الإصابة لهذين 16 سنة، وأننا يتيم من الأب ما أعرفه، والأخوان يا أخواني حالتهم حالة، والفقر اللهم له الحمد هانا ما يعجبنا لا نخرج نشحت ولا نخرج نطلب. اللهم له الحمد إلا نبتقي إلى أرحم الراحمين. والإصابة وعندي الخلاء قد فكيت العملية الرابعة ورجلي مكسورة قد كسرت هذه الدفرة الثانية. اللهم لها الحمد. الإصابة هي ما سبب إصابتك يا أختي عزيزة؟ الإصابة الحبل الشوكي، لا عاد أحسي بريقة الماء إلا على قسطرة ولا على حفايض. الله يعزكم يا فاعلين الخير ويجزيكم الله ألف خير. هذه هي الأم وبنتها، قدر عليهم الزمان وحالتهم وظروفهم صعبة جدا. والبنت هذه تعاني، طاحت في الجبل وانقطع عندها الحبل الشوكي وزوجها مجنون الله يشفيه، وحالتهم لا يعلم بها جبار السماء والله العظيم. يعني أسأل الله العلي العظيم أن يشفيها، ومن يحب أن يساعدها ويتفاعل معها. ما اسمك يا أختي؟ وسجلي اسمك ورقم جوالك علشان نمشي تواصل معكم. كان باسمها اسمك يا أختي؟ حاكمي عند الضغط والسكر. لحظة، علشان من يحب يتساعد معكم أو يتفاعل معكم جيبي لي الاسم على الرقم. ما اسمك؟ سبعتي. البنت اسمك؟ عايشة من؟ عايشة علي ناصر الزبدي. رقم الجوال؟ 07 0705 أيوه 81 81 8 3 3. هذا هو رقمها واسمها. شخصية؟ من أحب أن يتساعد معها ويتفاعل معها وفقكم الله وجزاكم ألف خير، وتحياتي لكم.